الآخر بنا. نحن حضرنا بشكل جيد طوال الأسبوع من أجل هذه المباراة، من أجل أن نكون جاهزين. إذن الآن علينا أن نقدم أفضل عطاء على أرض الميدان. شكرا جزيلا. نفتح مجال الأسئلة. مساء الخير سي رومان سايس. وليد، اليوم احنا على بعد يوم واحد من المباراة الافتتاحية ديال المجموعة السادسة. تحديات كثيرة عند وليد. أولا الفوز في أول مباراة افتتاحية في تاريخ المشاركات ديال المغرب. ثانيا رد الاعتبار الكرة الوطنية. ثالثا الفوز ديال المنتخب السنغالي. وهذا هو السؤال ديالي، واش غيخلي ضغوطات ولا حافز للاعبين المغاربه باش يحققوا نتيجه مهمه في اول مباريات ديالو في دور المجموعات؟ شكرا. دارجه ولا فرنساويه؟ دارجه. اوكي. شوف، ما كنشوفوش شنو داروا السنغال ولا الفرق اخرين. واخا حنا شجعناهم، كنا باغيين البارح يجيبوا 3 نقاط. خوتنا السنغاليين كانوا يستاهلوا يجيبوا بعد التعادل. هاك حنا كنبقاو كنشوفوا راسنا من الاول، عارفين بحال اللي قلت لكم. حتى حنا في الجروب ديال الموت، كاين لو فيس شامبيون دو موند، كاين لو تروازيام لا دانيير كوب دو موند. ما نساوش هادشي. بحال عندنا الكلمه ديالنا، كنعرفوا لي كاليتي ديال اللاعبين ديالنا. عندنا دي جوار دو توب نيفو مونديال. اون بريباري، حنا موجودين باش ان شاء الله نحطوا لو ماكسيموم. كنامن بديك 10 ايام اللي دوزنا مع بعضياتنا، والماتش اميكال اللي لعبنا ضد جورجي، ورينا ملي غنكونوا فرقه اللي ما غاديش تكون سهله يربحونا. Bonjour. Une question en français pour le joueur. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse, s'il vous plaît. Vous connaissez déjà la pression de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a un stress particulier pour vous? Et est-ce qu'en tant qu'un des patrons, un des cadres de l'équipe, vous pouvez apaiser un petit peu certains de vos camarades qui vont découvrir ce haut niveau, comme vous l'avez dit, contre le vice-champion du monde? Non, du stress, non. Après, voilà, il faut que, entre guillemets, cette pression... لا ينبغي أن يتحول هذا الضغط إلى أرق. نحن لدينا مسؤولية ملقاة على عاتقنا من أجل تمثيل المنتخب الوطني، تمثيل شعب وبلد اسمه المغرب. نحن محظوظين بالتواجد هنا في هذه المنافسة كلاعبين، وهناك لاعبين آخرين أصيبوا للأسف. إذن ينبغي أن نكون واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا وبما ينتظرنا في هذه البطولة وما يتوقعه الناس منا بالنهاية. كما تفضلت، الخبرة والتجربة التي راكمتها طبعا بنظر لمشاركتي في كأس العالم السابقة، فالمباراة الأولى تكون حاسمة بالنسبة لباقي المباريات والاستمرارية في كأس العالم وفي البطولة. المباراة حتما تلعب على تفاصيل، وينبغي الظفر ب3 نقاط. مباراة تمنحك 3 نقاط إذا ما فزت بها، وهذا يعطيك دفعة معنوية كبيرة بالنسبة لبقية المباريات. نحن سنلعب بقوة. نحن نتحدث دائما داخل المجموعة كي نلعب كرة القدم التي نعرفها عندما نكون ضمن المنتخب أو حتى ضمن الأندية التي نمارس فيها وننشط فيها. ينبغي أن نلعب بكل أدواتنا، وأيضا بالقلب وبالذهن أيضا، فهذا شيء هام جدا. نطلب من المصورين التوقف عن التصوير. طاب مساكم. سؤال بالإنجليزية. اسمي إذن من التلفزيون الكرواتي. السؤال للمدرب: من المرشح في هذه المباراة، المغرب أو كرواتيا؟ ما هو رأيك في لوكا مودريتش أهم لاعب في فريقنا؟ وهل حضرت تكتيك معين لوقف إيقاف عالية هذا اللاعب؟ نعم، أنتم مرشحون في هذه المباراة بالتأكيد. كرواتيا مرشح. أنتم لعبتم المباراة النهائية في كأس العالم الفارط. لديكم لاعب فاز بالكرة الذهبية لوكا مودريتش، وطبعا لدي
بعد الأمور الخاصة بوقف مودريتش، لكن أنا أركز على لاعبية. لدي لاعبين متميزين كمزراوي، حكيمي، زياش، بوفال. لدي تلة من خيرة اللاعبين إذا ما بقي المنتخب مركزا. فطبعا مودريتش لن تكون لديه فعالية، وما تفضل به الكابتن المهم هو أن نلعب كرة القدم. يجب أن نقدم روح إيجابية، وبعد هذه المباراة أتمنى ألا نكون طبعا متلبين. عبد الوارث عنتر من انبا تي في. في لي 3 ديرنيي ماتش كانت عندنا لا بوسيسيون، بدا غنلعبوا مع ان ادفيرسير كي ام غاردي البالون. واش وليد بغا يخلي لهم لو بالون دو مان ويلعب على لي ترانزيسيون رابيد، ولا اون فا ايسيي كون ميم دو غاردي سو بالون؟ Non, c'est pas forcément le thème de la possession aujourd'hui. الأمر لا يتعلق بالاستحواذ على الكرة في كرة القدم الحديثة. هناك شيء آخر. رأيت مباراة السعودية. السعودية كانت لها 31% من الاستحواذ على الكرة، ومع ذلك فازت بالمباراة ضد الأرجنتين، ضد أفضل لاعب في التاريخ. رغم إذن الاستحواذ لم يعد يلعب دور كبير. الأهم هو أن نكون متجانسين في طريقة لعبنا، نلعب بشكل جيد. عندما نتوفر على الكرة أو حتى من دون كرة، نعرف أن علينا نكون أقوياء على الناحية الدفاعية، وينبغي أن نعرف ما ينبغي القيام به بالكرة. عندما تكون الكرة في حوزتنا نعرف أننا حضرنا بشكل جيد، وعلينا أن نتطور ونتحسن مباراة. لكن طبعا بطريقة لعبنا نحن نحب أن نستحوذ دائما على الكرة، لكن مباراة غدا ستكون مباراة تكتيكية بامتياز وفنية أيضا، مستوى عالي. وسط الميدان سيكون حاسما غدا وسيحدد من ستميل له الكفة. أمل صبهاني من قناة الكاس القطرية. أنت عشتي هنا في قطر ماشي مدة طويلة، ولكن كتعرف البلاد، وهاد البلاد فيها جالية كبيرة ديال المغاربة اللي غادي تكون إن شاء الله في الماتش. واش ما كتحسش بأن عندك لافونتاج أنك أنت اللي مدخل الفراقي وغادي تلعب في الدار ديالك؟ وان شاء الله نلعبوا في الدار. اللي سمعت الجمهور ديال المغرب، ماشي اللي سمعت، انا عارف غيجي يسدنا. كاين واحد لا كوميونيتي اللي كبيره هنا، ولا حتى في الجولف، اما في الامارات ولا في السعوديه. ديما الجمهور المغربي حتى في روسيا كان، وقلتها للدراري اللي عندك الصح بحال اللي غنلعبوا في الدار، وفورسيمون غتكون واحد لافونتاج سور لو بلان بسيكولوجيك ديالنا، وان شاء الله يعاونونا ويدفعونا الماتش كامل بحال اللي كنشوفوا مره ملي كنلعبوا في الدار في المغرب. مي الحمد لله الجمهور فين ما مشينا، واخا تكون ماشي في قطر، المغاربه غيكونوا غيقولوا السير غدا بحال ماشي لي اللاعبه ان شاء الله. سي وليد مساء الخير. Hi, Dutch television NOS. Can I ask my question in English? السؤال من التلفزيون الهولندي، تفضل. Okay. It's for player and trainer. السؤال للمدرب وللاعب. How is it to have him back in the team? ما هو شعوركم باستعادة حكيم زياش بالمنتخب؟ بالنسبة للمدرب، ما أهمية زياش بالنسبة لك؟ زياش ليس مهم بالنسبة لي فقط، لكن أيضا بالنسبة للمنتخب ككل. حكيم زياش لاعب كبير يلعب في فريق تشيلسي، وفي الآونة الأخيرة طبعا لم تكن لدينا نفس الثقة في فريق تشيلسي، لكن أعتقد أن لدينا مجموعة كبيرة والكل داخل الفريق يحتاج أفضل عطاء. لدى زياش في المباراة الماضية سجل، عندما يكون بالثقة الضرورية فهو يكون أفضل لاعب. نحن نحتاج الغد تلك الخبرة والتجربة الكبيرة لحكيم زياش. أنا سعيد بأنه عاد لأحضان المنتخب الوطني المغربي، والبلد يعشقه ويحبه، وإن شاء الله غدا ننتظر منه أن يقدم 100% من أجل الفريق ومن أجل المنتخب. وأنا متأكد بأنه سيقدم كل شيء غدا. خير وليد. بلاتي سالي مع اللاعب.
كما تفضل المدرب، نحن سعداء باستعادة حكيم زياش إلى صفوف الفريق، وهو لاعب متميز وصديق للجميع. عندما تكون في المنتخب الوطني فأنت تريد أن تلعب بكل لاعبيك المتميزين، لكن الأهم هو أن تكون لديك العقلية المناسبة، وأعتقد أن حكيم زياش لديه عقلية الفوز، وهو سيقدم الإضافة بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي، لأن لديه جودة عالية، وأعتقد أن لديه الثقة الضرورية لتقديم الدعم الكبير.